السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنقدم مع بعض 5 أصناف يعتبروا من أهم الأصناف كده على سفرتك في رمضان. أطباق رئيسية، وجبات رئيسية ممكن تعملي منهم وجبتين مثلا في الأسبوع، وبقية الأسبوع تمشيه وجبات فرعية. في رمضان وفي غير رمضان هتنفعك جدا. منيو مختلف تماما، إلى حد ما موفر شوية، وفي نفس الوقت هنعمل برضو وجبات كده مشبعة وحلوة، علشان في رمضان اكيد هنبقى صايمين ومحتاجين ان احنا ناكل اكل مغذي وكده. فهنعمل النهاردة 5 اصناف يعتبروا من اهم الاصناف على سفرتك في رمضان. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. حطي بقى لايك واشتركي في القناة، وعلمي على علامة الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة بقى عندي هنا، عندي هنعمل محشي وفراخ. بس هنعمل بقى الفراخ بطريقة جديدة كده وحلوة جدا، وهقول لكم كمان ازاي بوظف كده كل حاجة وانا تسعفني يعني وانا في المطبخ علشان اخلص بسرعة. انا النهاردة هعمل زي ما قلت لكم محشي وفراخ، فاحتاج بصل للمحشي وبصل للفراخ، ففرمت كمية البصل بتاعتي كلها مرة واحدة في الكبة. وكمان شغلت كده الناحية التانية الخلاط بتاعي على الطماطم. تقدري تعملي من الطماطم اللي انتي مفرزاها عندك في الفريزر، وهحط لكم فيديو تفريزات رمضان في اول كومنت مثبت. حطيت كده وك على النار وحطيت فيه كمية من الزيت وحطيت جزء من البصل، وبعد كده اتحمر هنزل كده على البصل بالطماطم بتاعتي. وهنا كنت قاعدة في الارض كده بقور المحشي بتاعي، وقورته كده وخلصته. بعد كده حطيته في مية، وهاجي لكمية البصل المتبقية عندي هنا حوالي مثلا طماطمية كبيرة على بصلاية كبيرة، عندي ملح وفلفل اسود، وعندي شوية من البابريكا وشوية من الكمون. وتقدري تحطي عصرة ليمونة، وكمان تقدري تحطي شوية صغيرين جدا من السكر، يعني ربع معلقة. هضرب كل ده كده مع بعض. ودي كانت التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتي. الفراخ بقى تقدري تعملي التتبيلة دي للفراخ المشوية برضو بتبقى حلوة جدا. انا عندي هنا صينية وعندي الفراخ بتاعتي. هجيب كده الفراخ وهبتدي ان انا ادعك كده الفراخ بتاعتي بالتتبيلة اللي انا عاملاها ديت، واحاول ادخل كده تحت الجلد، واكون كمان جايبة سكينة ومشرطة الفراخ بتاعتي عشان تشرب من التتبيلة. لو انتي مثلا في السحور من بالليل وحبيتي تعملي الفراخ بتاعتك وتتبليها وتحطيها تغطيها بغطا او بالبلاستيك راب وتحطيها في التلاجة من بالليل عشان تصحي تاني يوم تسويها على طول، هيبقى افضل جدا. الفراخ بتاعتك هتتبل وهتبقى حلوة جدا، وفي نفس الوقت هتبقى موفرة جدا في الوقت والمجهود كمان. خلصت كده التتبيلة بتاعة الفراخ بتاعتي، وحطيت كده من على الوش بقية الطماطم اللي انا كنت مقطعاها على فلفلاية رومي. وتقدري كمان تحطي بصلايه صغنونه خالص، بس احنا حاطين بصل في الفراخ بس، فعشان كده احنا مش هنحط بصل تاني. انا حطيت كده طماطمايه وفلفلايه، وممكن كمان تحطي جزرايه مبشوره صغير، هتبقى حلوه جدا. عندي هنا معلقه من السمنه من على الوش، وممكن كمان لو مفيش سمنه تحطي مكعب زبده، ممكن تحطي رشه بسيطه من الزيت. هغطي بقى الفراخ بتاعتي، وهنا هحشي المحشي. خلطة المحشي بنعملها مع بعض كتير في روتينات. حطيت كده الشبت والبقدونس وعلى الطماطم وقلبت، وحطيت توم باودر قصدي فلفل اسود وملح وكمون وشويه من البابريكا. والبابريكا هنا بتديني لون حلو قوي للخلطه، وفي نفس الوقت بتخلي الطعم بتاعي حلو جدا. بحط الحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبميلها عشان ارص المحشي بتاعي الرصه الحلوه ديت، عشان يطلع كله كده مش مدلوق في الحله لما يستوي ويعمل فقاقيع كده في الحله. الرز بيغلي، يعني الحله بتغلي فبتطلع الرز بره المحشي. رصيت كده الفلفل والبتنجان، وهعمل كوسه كده احطها من على الوش. وما تمليش المحشي بتاعك قوي عشان يطلع معاكي ما يطلعش بره الحل. سويت الفراخ وسويت المحشي، وعملت كمان شويه من الملوخيه ولسان عصفور، وكانت وجبه حلوه جدا. تنفع حلوه قوي، تنفع وجبه حلوه جدا في رمضان، تنفع عزومه كمان. وكمان ممكن تزودي الكمية شوية وتبقى منها تاني يوم. الوصفة التانية اللي معايا هنعمل كوسة بالبشاميل، وهنعمل كمان مكرونة بالبشاميل. عندي هنا لحمة بعصجها على النار، بصلتين كبار وعليهم كمية اللحمة بتاعتي وملح وفلفل اسود وبيتشوحوا على النار. وعندي هنا الكوسة قشرتها
سواء بقى انتي بتكحتيها او بتقشريها، واغسلها كويس جدا، وبعد كده هقطعها الطرنشات كده على البلانشة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الكوسة بالبشاميل من احلى الحاجات اللي ممكن تاكليها، وجبة مغذية جدا وفي نفس الوقت برضو حلوة جدا في العزومات. هقطع كده كل كمية الكوسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، علشان ابتدي ان انا احضرها. الوصفة دي برضو ينفع الاكل بتاعها يتبقى مثلا يومين معاكي، لان انتي بتكوني عاملة مثلا على عدد افراد اسرتك، بتعملي صينية من ده وصينية من ده، ف يعني بيتبقى معاكي تاني يوم ممكن تعملي جنبها بطاطس محمرة مثلا ولا حاجة، وهتمشي يعني حالك بالاكل ده. عندي هنا معلقة من السمنة، هشوح سمنة او زيت، هشوح فيها الكوسة بتاعتي. وكانت اللحمة اتعصجت على النار. اللحمة ممكن مثلا لو انت هتعملي صينية وسط، صينية كوسة صغيرة وصينية مكرونة وسط، تقدري مثلا تحطي مثلا ربع كيلو وشوية من اللحمة المفرومة، وتضعفي الكمية مثلا معاكي بجزر بالبصل بالحاجات ديت، هتكفي معاكي الصينيتين وهتبقى حلوة جدا. انا هعمل القالب ده، هعمل فيه الكوسة. شوحت الكوسة زي ما انتوا شايفين. في ناس بتقلي الكوسة وبعدين تحطها، لا انا مش عايزة اقليها ومش عايزة زيوت كتير ولا دهون. انا بحب اشوحها في شوية من الزبدة او السمنة، بتديها طعم حلو قوي كده، وفي نفس الوقت اصلا الكوسة عبارة عن مية. جبت القالب بتاعي مش مدهون اي حاجة، وهنزل بالكوسة بتاعتي، وهنزل ب حوالي مثلا ايه كوباية من اللحمة المفرومة، وهفردها كده. انا حطيت عليها انا عاملة البصل، وحطيت عليها فلفل الوان علشان يضاعف لي الكمية، وفي نفس الوقت يبقى مغذي وطعمه حلو جدا، وبيدي تسكيرة تحفة للحمة وللأكل عامة. حطيت كده الكوسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى بالبشاميل بتاعي من على الوش. البشاميل انا عاملاه ازاي؟ عاملة كمية علشان هعمل مكرونة وكوسة، فانا عاملة كمية 5 معالق سمنة على 10 معالق دقيق، مش 5 معالق دقيق، عشان يربط معايا حلو ويبقى مغذي وكويس. حط 10 معالق دقيق، معلقة مش مليانة قوي، وحاطة معلقتين من الجبنة، الجبنة العادية اللي هي الفيتا. ونزلت كده بنص كيلو من اللبن، وقلبت كله مع بعضه. تقل معايا شوية، زودته ممكن كوباية من مية المكرونة، ممكن كوباية من الشوربة، ممكن مية من الحنفية. المكرونة برضو بتاعتي كانت اتسلقت، وركبت كده كل الصينية على بعضها، ودخلتها على الفرن. استووا الصنفين، استووا، وقدمت جنبها مخلل. تقدروا تعملوا جنبها بانيه وتبقى عزومة، او فراخ في الفرن برضو وتبقى عزومة وتبقى حلوة جدا. الوصفة التالتة معايا النهاردة، وهنعمل مثلا نغير بقى يوم في الاسبوع، بما ان رمضان مش هيجي في الصيف، فعادي ممكن نعمل سمك، نوع من انواع التغيير. انا جايبة هنا سمك على قد عددنا كده، هبتدي ان انا اغسله، وهو اصلا بيبقى جاي مغسول ومتنضف، بس طبعا لازم اغسله تاني. حطيت كده السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين صابح وحلو قوي. هنعمل بقى التتبيله. انا بحب اعمل التتبيله في الهون عادي، اللي هو بتاع زمان ده، عشان بيدقلي الحاجه حلوه، خاصه السمك. شغل بقى بتاع الكبه والكلام ده لا بصراحه ما بيبقاش حلو في السمك. عندي هنا معلقتين كبار من الملح، وعندي معلقه كبيره من الثوم، وعندي شويه من الشطه وشويه من الكمون. وبعد كده عندي ليمون وخل. انا طبعا مش هكتر، وعندي كمان قرن فلفل اخضر. انا طبعا مش هكتر الخل علشان ما يهريش السمك، انا حاطه معلقه بيدي تسكيره حلوه كده للسمك بتاعي. هجيب كل المكونات دي وهدقها، وهبتدي ان انا احيق السمك بتاعي، وممكن احيقه برضو من اول لما اقوم كده من الصبح لحد ميعاد الفطار، هيبقى حلو جدا. المنيو ده يا جماعة مش يعني الأكلات ديت مش هنعملها كل يوم، يعني مش كل يوم فراخ ولحمة وسمك والكلام ده، لأ طبعا مفيش بيت بيمشي كده. بس انا بقدم لكم يعني الوصفات الرئيسية. تقدري تاخدي وصفة او اتنين من دول تعمليهم في الاسبوع، وتكملي بقية الاسبوع وصفات فرعية عادية جدا. هيأتي كده السمك بتاعي، وهعمل هنا رز بالبصل. حمرت البصلاية في شوية من الزيت، وبعد كده هنزل كده ايه عليها بالمية وتغلي شوية، وهنزل بالرز بتاعي. هعمل هنا طبق سلطة كده حلو جنب السمك بتاعي. بقطع كده الخيار زي ما انتوا شايفين، وهجهز بقى طبق سلطة حلو كده. زي ما قلت لكم الوصفات دي تقدروا تاخدوا منها اللي يناسبكم، او اللي عندكم في البيت وتعملوه، وفي نفس الوقت تاني يوم مثلا لو اتبقى عندك اكل هتاكلي منه، بعد كده هتعملي صنف مثلا تاني من غير لحمة او فراخ،
لازم نمشي بيوتنا في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، نمشي بيوتنا باقتصاد شوية، وفي نفس الوقت نمشيها بعقل. كده السمك بتاعي كان جاهز، وقدمت كده الرز بتاعي في قوالب، وكانت أكلة تحفة. بعد كده هنعمل برضو أكلة حلوة جدا، مش هتعتبر هي من غير لحمة ولا فراخ، مش هتعتبر موفرة قوي لأن كل حاجة ما بقتش موفرة، بس هي برضو هتبقى حلوة جدا. والأكلة دي ممكن تاكليها برضو في يومين، لأن الكشري بيبقى من الحاجات اللي بتتعمل بكمية، وفي نفس الوقت ايه بيبقى الدبكة بتاعته كتيرة، فبنعمل كمية منه شوية وبناكل منه تاني يوم، بيبقى طعمه حلو جدا. عندي هنا الطماطم، حمرت كده التومة في شوية من الزيت، ونزلت بالصلصة بتاعتي، احط بقى شوية من الملح، واحط مكعب مرق، وهسيب الطماطم بتاعي كده جهزت. انا بحب اعمل ايه، بحب اشغل كل العيون وانا بعمل الكشري ده، علشان يعني ايه انجز وقتي. اول حاجة عملت كده حطيت شوية من الكمون، واول حاجة كده عملت الصلصة وحطيتها على العين التانية حط عليها المكرونة بتاعتي بتتسلق، والعين اللي ورا كنت حاطه عليها العدس اتسلق. حطيت هنا شوية من الملح ومعلقة من الزيت، وهنزل بالمكرونة الاسباجيتي الاول. المكرونة الاسباجيتي بحطها قبل المكرونة الصغيرة، لانها بتاخد يعني تسوية، يعني مثلا قبلها بدقيقتين 3 بحط دي، وبعديها بحط التانية، مش بحط الاتنين مع بعض، لان المكرونة الصغيرة ما بتاخدش وقت خالص. فعشان تطلعي الاتنين في سوا واحد، حطي واحدة قبل التانية، وهي وليكن المكرونة الاسباجيتي الاول، علشان الكشري بتاعك يطلع ناجح وحلو. وما تسلقيش المكرونة سلقة كاملة، لازم المكرونة بتاعتك تكون ناشفة شوية او بتعض سنة، علشان يبقى المكرونة مفرفرة كده زي بره، والاكل بتاعك يعني يبقى الاكل صاحي كده مفرفر، فاهمين؟ حطيت كده المكرونة بعدها بشوية، وعبال ما دي تستوي مع دي هتكون كل واحدة فيهم خدت استوى التمام بتاعها. بعد كده صفيت بقى المكرونة وقلبتها بشوية زيت وغطيتها، لازم تتغطى عشان ما تنشفش. عندي هنا كمية من الزيت وكمية من البصل، وليكن بصلاية كبيرة قطعتها كده جوانح، وحطيت كده البصل على النار، ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة، انا بيطلع معايا البصل عن نفسي مقرمش كده. حمرت كده البصل، وعملت احلى طبق تقلية. مكان البصل بتاع مكان الزيت بتاع البصل هحط كده اللي احمر كده شوية من الشعرية، واحط عليهم شوية من الرز، وهقلب وهنزل بالمية، وهيبقى الرز بتاعي جاهز. طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز، يعني مش محتاج طريقة عمل. بعد كده عندي العيش اللي هو الابيض ده، هعمل العيش بقى بتاع المطاعم بتاع المحلات الكشري. قطعت كده العيش بتاعي بالمقص، ودي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها العيش، اللي هو بيسموه عيش التوست او العيش الكريسبي بتاع المحلات. قطعته كده زي ما انتوا شايفين بالمقص، وهبتدي ان انا اقصقصه كده، وهبتدي ان انا افرطه من بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بطلع كده كل واحدة من التانية، بيبقى سهل معايا جدا، وبيبقى بقليه كده في الزيت، وممكن تقليه كمان في الزيت مكان البصل، هيبقى حلو جدا. بس انا بحب ان انا ايه اقليه في زيت لوحده، يعني علشان ايه الزيت بتاعه بيبقى نضيف مفيهوش حاجة، ممكن استخدمه عادي تاني. حمرت كده الكمية بتاعتي بتاعت العيش، وبنزل كده واحدة واحدة آه، في البتاعة بتاعتي في الزيت، يعني علشان الطرطشة وما بهدلش الدنيا. العيش بتاعي بقى جاهز، وخلوا بالكم ما ينفعش تحطوه وتروحوا تعملوا اي حاجة، لانه بيستوي هوا. ده كان العيش بتاعي، وده كان الكشري بتاعي، طلع قمر. عملنا طماطم مخللة، وحطيت كده تقلية جانبية وشطة، وعملت دقة، وعملت ليمون، وكل طبق كده عليه ليمون، وعملنا الدقة والشطة هي لوحدها. وده كان الصنف بتاعي الرابع او التالت. بعد كده عندي الكنتاكي بتاعي، انا عامله ايه هنا، هعمل فراخ كنتاكي ورز الريزو بتاعها. عندي هنا فرخه مثلا متقطعه 8 قطع، نقعاها من بالليل في محلول كده، نقع عاملاه ميه وليمون وخل وملح. نقعاها كده وسبتها. هبتدي ان انا انشلها كده من المية بتاعتي في مصفى، وهديها شطفة كده، وممكن ما اديهاش لان انا غسلاها كويس جدا، وده كان محلول نقع مفهوش اي حاجة. بشيل كده الكمية بتاعتي كلها من المية زي ما انتوا شايفين، بنشيلها، ولازم احطها في مصفى تتصفى وتنزل كل السوائل اللي فيها.
عندي بقى هنا الفراخ بتاعتي، وهبتدي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تعملي نص فرخة ومعاها اجنحة، ممكن تعملي فرخة كاملة متقطعة 8، ممكن تعملي نص فرخة ومتقطعة 4، زي ما انت عايزة على حسب الكمية بتاعتك. عندي هنا التوابل، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ومكعب مرق. عندي هنا كوباية من اللبن. هنزل كده بالتوابل مش كلها، نص التوابل بتاعتي. تقدري تحطي بهارات مشكلة، تقدري تحطي اللي هي البهارات بتاعت الفراخ اللي هي الجاهزة. هحط كده الكمية بتاعتي كلها، وهنزل بقى بشوية من الدقيق. هزود طبعا كوباية اللبن دي هزودها دقيق، ازودها مية. هقلب كده الخليط بتاعي كده زي ما انتوا شايفين مع بعضه، لحد ما اخد قوام زي كريمي كده، ما يكونش مية خالص وما يكونش تقيل قوي، انا عايزة قوام كريمي قوي. شفتوا كأنكم بتعملوا عجينة القرنبيط او خليط الكيك، زي كده. انا قلبت الخليط بتاعي كده، وببتدي ان انا اظبطه عشان يطلع معايا القوام بتاعه مظبوط كده وحلو. هنزل بقى بالكمية بتاعه الفراخ بتاعتي كلها، ولازم اسيبها مثلا مش اقل من 4 5 ساعات، علشان التتبيلة ديت تشرب كده من الفراخ وتتحيق معايا، وكمان الانسجة بتاعتها تشرب كده وتتفتت معايا. بحط كده واحدة واحدة، وبخمر كده الفراخ في التتبيلة علشان اتأكد ان كل قطعة شاربة من التتبيلة. انا هنا ما كنتش عاملة فرخة كاملة، انا كنت عاملة 3/4 فرخة، وكان معاها اجنحة بتاعت برضو فراخ تانية. حسيت ان ده كان ورك متقطع 2، فحسيت ان القطعة كبيرة لان الفرخة معايا كانت كبيرة، فركنته كده ورحت مقطعاه 2 كمان. يعني الواحدة الحتة دي قطعتها 2 علشان تبقى حلوة معايا في السوا. خلصت كده الكمية كلها واحطها بقى في التلاجة. وتعالوا نعمل شوية من الرز. هو مش ريزو قوي، هو اللي بيتقدم جنب الكنتاكي بس بالطريقة البيتي. عندنا هنا بصلاية متقطعة ناعم جدا جدا، حمرها كده في شوية من الزيت، وهنزل عليها بنص معلقة من الكركم علشان يديني اللون الاصفر الحلو. قطعت كده البصلايه وهنزل بشويه من الزيت. الناحيه التانية كده كنت مجهزه حله وحاطه نصها زيت. الزيت بتاع الفراخ ده اللي انت هتقلي فيها يبقى كتير شويه، بس هتقدري تستخدميه، مش هترميه. طبعا احنا بنقلي بانيه، بنقلي مثلا كبده، بنحمر فراخ مثلا، لو طبخين وعاملين فراخ هنعمل فراخ محمره. الزيت ده هتشيليه تستخدميه في نفس يعني في نفس الحاجات اللي انا قلت عليها ديت عادي خالص. ما ينفعش تستخدميه في البطاطس قوي، لان انتي اوريدي قاليه فيه فراخ، فمش هينفع. حطيت هنا كوبايه من الميه بعد ما حمرت التوابل مع البصل، ومعلقه من الكركم او نص معلقه من الكركم ونص معلقه من الكاري. وبعد كده هضيف الرز وهقلب كل المكونات مع بعضها، وهغطي كده. عندي هنا بقية التوابل اللي احنا عملناها، وعندي كوبايتين من الدقيق. الكمية بقى بتاعت الدقيق اللي الفراخ بتاخدها غير يعني محددة، لان انتي يعني على حسب ما الدقيق بتاعك، على حسب ما الفراخ بتاعتك يعني بتتبليها، فبيخلص الدقيق بتعملي تتبيلة تاني. بس الاحسن ان انتي مثلا لو هتعملي فرخة كاملة اعملي لها 3 كوبايات من الدقيق، لان هي بتاخد بصراحة دقيق كتير. عندي هنا الدقيق بتاعي حطيت عليه التوابل، وعندي الفراخ بتاعتي انا بحطها كده وبجيبها شمال ويمين وبوكسات شمال ويمين على رأي الأستاذة مروة الشافعي. بقلب كده وبنفض وبرجع انفضها من الدقيق واحطها تاني. عايزين قرمشة اكسترا او قرمشة اكتر بتحطوها في المية اللي قدامكم دي مية متلجة كانت فيها قطع تلج. تقدروا تحطوا يعني فيها قطع تلج وتنزلوها كده في القطعة فيها وترجعوها تاني وتعملوها بدقيقة، هتبقى مقرمشة بزيادة. عايزين القرمشة بقى ما تقدروش عليها، تحطوا 4 5 معالق من النشا على كمية الدقيق اللي احنا عاملينها دي، هتديكوا قرمشة اكتر. بس انا ما حبيتش كده علشان بنتي يعني هتاكل فاسنانها بتوجعها فتبقى مقرمشة قوي. عشان تاخدوا شكل التعريجة ديت لازم يعني ايه اللهم صل على النبي، تنفضوا الفرخة، تنفضوا القطعة وترجعوا تعملوها بالدقيق تاني وتنزلوها في المية وترجعوا تعملوا نفس الحكاية، تاخدوا التعريجة بتاعت الفراخ الكنتاكي المقرمشة قوي. فاهمين؟ المنيو ده يا جماعة زي ما قلت لكم باكد تاني، ده مش منيو كل يوم فراخ ولحمة وحركات من ديت، لا انتوا تقدروا تاخدوا وصفة او 2 من المنيو ده وتكملوا بقية الاسبوع اكلات جانبية فرعية. قرنبيط، يوم مكرونة وبطاطس، يوم
يعني مكرونة وبانيه، يوم مثلا تعملوا لو هتعملوا كبدة، يوم تعملوا كشري، يوم تعملوا كشري اصفر، زي ما انتوا حابين. طبعا احنا لازم نمشي نفسنا في ظل الظروف ديت بأي حاجة نطلع من الفسيخ شربات زي ما بقولكم. هنا عندي الفراخ بتاعتي نار متوسطة، بنزل كده بالقطع، واول لما بتستوي بحط الشوكة فيها كده، لقيتها بتمشي بطلع، ولازم اطلع على شبكة، ما ينفعش اطلع. بصوا انا كنت بطلع على شبكة ومش حاطة حاجة تحتها، لازم اطلع على شبكة، ما ينفعش اطلع على حاجة تانية عشان الفراخ بتاعتي ما تطراش. ده كان المنيو بتاعي النهاردة. الفراخ بتاعتي استوت ومقرمشة جدا. ده كان منيو رمضان، رمضاني قوي، اكلات رئيسية وفرعية. اتمنى لو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك وما تنسونيش في الشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة، ومع السلامة.